السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فاضل أيام ويجي ويهل علينا شهر الخير والبركات، شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وطيبين، وينعاد عليكم بالخير والبركات يا رب. بما اننا داخلين على رمضان، فطبعا الزبادي لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان. فبدل ما نشتري بقى الزبادي اللي بقت غالية جدا، وكمان احنا مش عارفين بتتعمل ازاي، احنا عايزين نعمل حاجة نضيفة معانا في البيت. زبادي لها طرق كتير، في بتعملوها بقى المكنة بتاعت الزبادي، في اللي بيسخن الفرن ويحط مية في الصينية ويحط كوباية الزبادي، وحاجات كتير، طرق كتيرة، بس في الاخر ان احنا بنعمل زبادي وحلوة ونضيفة وموجودة في البيت عندنا وناكلوها بنفس. انا جبت كيلو لبن زي ما انتوا شايفين اهو، وبغليه على النار، وبعد كده هسيبه بقى ايه يبرد خالص، زي دمعة العين كده او زي رضعة البيبي الصغير. هسيبه يبرد كده، وجايبه انا كوبايه زبادي من عند اللبان. هوريكم بقى الطريقه. بغلي اللبن اهوت، هسيبه بقى يبرد خالص ونرجع لكم تاني. طبعا بعد ما وريتكم المكنه، عيالي دولت، يعني انا كنت هعمل بطريقه العاديه ديت واحطها في الفرن وكده. فوجئت بعيالي جايبينها لي وقالوا لي يا ماما كل سنه وانت طيبه، وجابوها لي بمناسبه عيد الام. فقلت بقى ايه، قالوا لي لازم تعملي بيها الزبادي وسيبك بقى من الطريقه التانية ومش عايزين نتعبك وكده. فرحت جايه اللبن طبعا زي ما وريته لكم، غليته وسبته لما برد لحد زي رضعه البيبي كده خالص. ودلوقتي معايا هي هنحط شويه لبن هنا في بوله كده. وعندي الزبادية هي هبتدي احطها. هبتدي بقى ايه اجيب مضرب وافضل اقلبها كده كلها لما تنعم خالص مع اللبن. انا هحط بقى ايه معلقه سكر عشان الزبادي بقى ايه، عيالي يعني ايه ما بيحطوش عليها سكر قوي، فانا هحط معلقه سكر كده عشان تبقى مسكره مثلا وهم ايه بياكلوها، تبقى كويسه يعني. هقلب بقى كله كويس كده، كلها معايا اهي. هحطها بقى على بقيه اللبن كده. هقلبه كله كده، وبعد كده بقى هجيب بقى المكنه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين اهيت، حضرتها وشلت الحاجه بتاعتها وخدت الكوبايات بتاعتها ديت، غسلتها حلوه قوي، ورحت جايه ايه مسحاها حلو عشان تبقى ناشفه. وطبعا شلت من عليها الغطيان ديت، مش هينفع ان احنا ايه نحطها تاني. دلوقتي هبتدي بقى ايه اصب كده. حطيت كل الكميه اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش هغطيها الغطيان دي دلوقتي خالص. هجيب بقى الغطا بتاعها كده واجي مغطياها كده، وهحط بقى ايه اوصل الكهرباء بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. نورت اهي اول ما وصلت الكهرباء. دلوقتي انا الساعه عندي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي انا عندي الساعه لقيتها 1:30. دلوقتي هظبط هظبط بقى التايمر بتاعها ده على 1:30 كده. وهي بقى ايه هتسيبيها زي ما انت شايفاها كده، وهتسيبيها ايه 4 ساعات، من 3 ل4 ساعات.
وتسيبيها كده، وبعدين ما حدش يهزها طبعا، ما تتهزش من مكانها ولا تيجي كده ولا كده، تفضل في مكان ثابت كده خالص ما تتحركش. وهنسيبها بقى كده ال4 ساعات بتوعها، وهنرجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، بصوا شايفين، بصوا المنظر، ايه رأيكم؟ اهي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايمون.